حاربت كتير قوي، وبالذات اهلي على السوشيال ميديا غير الحقيقه خالص. اكيد طبعا يعني كتير 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 مش شايفاكوا ما بتعملش، فطبيعي حصل تغيير جذري بقى. ممكن تعرفينا بنفسك والمحتوى اللي بتقدميه؟ ميادة العفيفي، انا بلوجر بقدم فاشن وشويه فود بلوجر وسكين كير ميك اب، يعني كذا حاجه مع بعض. بصراحه ازاي دخلتي مجال السوشيال ميديا؟ صراحه الموضوع ما جاش معايا بايلك كده، انا كنت محدده ان انا ادخل بصراحه الحاجه دي، وحاربت كتير قوي وبالذات اهلي عشان ادخل الحاجه دي. هل حصل تغيير في شخصيتك وحياتك بعد دخول الميديا؟ اكيد طبعا يعني كتير 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 كتير. وعامه السوشيال ميديا غير الحقيقه خالص، والناس على السوشيال بتبقي عايزه تتعاملي معاهم بطريقه غير اللي في الطبيعه، فطبيعي حصل تغيير جذري بقى. ازاي بتتعاملي مع الكومنتات السلبيه؟ ما بتعملش، عادي بتجاهل، مش شايفاكوا. اصلي لو الشخص ما جالوش حاجه سلبيه هو مش ناجح. وفيها ايه لو سافرتي لبلد جديده؟ او ايه البلد اللي نفسي اسافرها؟ يعني انا نفسي اروح تركيا، مش شغل، هي هفن اكتر، ولو ان انا عايزه اشتغل فنفسي اسافر امريكا. وفيها ايه لو قدرتي تحققي حلم؟ هبقى مبسوطه، يعني هبقى مبسوطه جدا جدا كمان. بس في عقبات كده، وفي البيئه اللي حواليا مش مساعداني شويه، ولكن انا يعني هستمر.